السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة ولذيذة جدا. هي شبيهة بالليزي كيك كده، ممكن نقول عليها ليزي كيك بس بطريقة مختلفة شوية، وجميلة جدا ان شاء الله. ممكن اي حد يعملها، يعني لو واحدة مبتدئة وما عملتش حلويات خالص قبل كده ممكن تعملها، وهي مطمنه جدا ان هي ان شاء الله هتظبط معاها وتبقى زي الفل باذن الله. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا عملناها ازاي. انا جبت 3 بواكب من البسكوت، بسكوت ساده، اي نوع بسكوت بتحبيه هاتيه، مفيش اي مشكله، النوع اللي يعجبك هاتيه. خدت باكوين من البسكوت وضربتهم في الكبه، وبعد ما ضربتهم ونعمتهم في الكبه نزلت عليهم ب3 معالق من الزبده الطريه بدرجه حراره المطبخ، ورحت ضرباهم كمان ضربه. انا عايزه البسكوت يبقى زي العجينه معايا كده عشان اعرف اشكله زي ما انا عايزه. بعد كده هجيب قالب، اي قالب بقى يعجبك، مش شرط القالب ده بالذات. جبت القالب ورحت حاطه فيه كيس عشان اعرف اقلبه. بعد كده حطيت بقى فيه البسكوت اللي انا ضربته في الكبه، ورحت مقفله عليه زي ما انت شايفه كده، وعملت له جناب عاليه عشان يبقى معايا زي الطرد، وعملت له جناب عاليه كده وقفلت عليه تقفيله كويسه زي ما انت شايفه كده، ودوست عليه عشان يمسك جامد في بعض. وبعد كده خدته حطيته في التلاجة. حطيه بقى في التلاجة لحد ما يشد معانا شويه، وعلى ما يشد بقى في التلاجة شويه نكون احنا هنا عملنا الكريمه بتاعتنا. انا جبت نص كوبايه من الحليب وحطيت مكانها نص كوبايه من الميه، يبقى نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من الحليب. الحليب اللي معايا ده دسم، وانا مش عايزه الموضوع يبقى دسم زياده عن اللزوم لان لسه هحط زبده بعد كده. وفي الكزرونه التانية حطيت كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه كمان. الكزرونه بقى بتاعت الشوكولاته حطيت لها 2 معلقه سكر او زي ما انت حابه التحليه بتاعته. الكزرونه الاولانيه حطيت لها معلقه سكر واحده. الكزرونه بتاعت الشوكولاته حطيت لها معلقتين من النشا ومعلقه كاكاو كبيره. الكزرونه بتاعت الكريمه البيضاء حطيت لها معلقه ونص من النشا. بصوا بقى الفيديو بيجري وانا مش ملاحقه اتكلم. انا خدتهم دلوقتي على النار لمده 10 دقايق كده على النار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما بقوا معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه معايا ده دلوقتي. وحطيت لكل واحده مكعب زبده وهي لسه سخنه كده وقلبتها فيها. بعد كده جبت الطرد بقى بتاعي من التلاجة بعد ما سقع ونزلت عليه بالكريمه اللي بالشوكولاته نصها كده، نزلت بنصها وسبت النص التاني معايا. وخدت في الكبه بقى باكل بسكوت اللي كان فاضل معايا وضربته في الكبه. وبعد ما حطيت الكريمه بالشوكولاته رحت مقفلاها كده بالبسكوت الناعم معايا. وبعد كده نزلت عليه بباقي كريمه الشوكولاته تاني، ورحت بقى جايبه معلقتين من جوز الهند ورحت رشاهم فوق كريمه الشوكولاته. كان طعمهم في منتهى الجمال. لو عندك مكسرات وحابه تحطي براحتك خالص مفيش مشكله. بعد كده بقى نحط الكريمه البيضه ونسويها الكريمه اللي احنا كنا عاملينها، ونجيب بقى البسكوت ونروح مقفلين بيه على الكريمه البيضه. ممكن في الحاله دي كمان تحطي بسكوت سليم، لو عندك بسكوت سليم تحطيه هيبقى احلى برضه، هيبقى جميل جدا. بعد كده بقى ناخدها نحطها في التلاجة ساعتين 3 كده لحد الكريمه ما تبرد وتشد معانا هي كمان. هنجيب بقى في بوله تانية هنجيب معلقتين من السكر البودر ومعلقتين من الكاكاو، ولازم ننخلهم عشان زي ما انت شايفه الحبيبات اللي بتطلع منهم كده. هجيب عليهم ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت ونخلطهم مع بعضيهم. بعد كده ناخدهم في الخلاط. كان ممكن الخطوات دي كلها نحطها في الخلاط على طول، بس احنا حبينا ان احنا ننخل الكاكاو وننخل السكر البودره لانه دايما بيبقى فيه حبيبات. الاحسن ان احنا ندخلهم الاول وبعدين نضربهم في الخلاط دقيقتين 3 كده لحد ما يبقى معانا صوص الشوكولاته الجميل اللي هنشوفه دلوقتي باذن الله. بعد كده بقى نخرج القالب بتاعنا من التلاجة بعد ما جمد ومسك نفسه زي ما انت شايفه كده، نقلبه. بصراحة طعمه جميل جدا ان شاء الله، لو جربتوه باذن الله هيعجبكم ان شاء الله. ممكن بقى تسيبيه على كده وهيبقى كده جميل جدا، او ترش عليه مكسرات وبرده تسيبيه كده، او تعملي له صوص كراميل، او تعملي له صوص الشوكولاته زي ما احنا عملنا له كده بالظبط. زي ما انت شايفه صوص الشوكولاته تحفه جميل جدا وبيلمع جدا لدرجه ان النور اللي حواليه ظاهر فيه. بعد كده بقى هجيب معايا قطعه من الشوكولاته وهروح بشرها فوقيه، او ممكن برضو تحطي مكسرات مفيش اي مشكله، الحاجه الموجوده عندك يعني ماشي نفسك مفيش مشكله. وجبت بقى واحده كريزايه ورحت مزوقاها بيه، وزي ما انت شايفه كده شكله تحفه، والصوص بيلمع زي ما انت شايفه كده لدرجه انه منور، والسرفيس اللي فيه منور فيه كمان، لونه باين فيه هو والنور اللي حواليه ظاهرين في قلب الصوص نفسه، لان الصوص زي ما بقولك بيلمع زي المرايه بالظبط. وادي القالب بتاعنا من جوه زي ما انت شايفه كده طبقات جميله قد ايه.
يعني ممكن تقطعيها زي قطع الجاتوه كده زي ما انت شايفه، وتقدميها. ممكن تقدميها في عيد ميلاد، هتبقى معاكي قطعه جاتوه. طبعا ما تكلفتش معاكي اي حاجه بالمقارنه باسعار بره، ان انت لو اشتريتي جاتوه جاهز ولا حاجه، فهي دي ممكن تساعد معاكي. يلا بقى اعمليها، وما تنسيش تقولي لنا رايك. ولو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنسيش تدخلي قناتي، تعملي لنا لايك وتعملي لنا اشتراك. وبالهنا والشفا، صباحكم فل.